بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. يوم جديد وأخبار جديدة وأخبار مع كل الزملكاوية حبايبنا، ولا شغل يعلو فوق أخبار النهائي. نهائي إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله الزمالك كسبان بإذن الله وبنتيجة على الأقل 2-0 بإذن الله، وإن شاء الله البطولة زملكاوية مش هنسيبها كجمهور ولا لعيبة ولا أي حاجة. روح عالية جدا 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 من داخل المعسكر، وكلهم على قلب راجل واحد، كله عايز يلعب وكله عايز يموت نفسه وكله متعاهد على البطولة. حتى عمر جابر أحد كباتن الفرقة يعني بيقول لهم بأي مسكن أنا عايز ألعب، لو برجل واحدة أنا عايز ألعب. بس طبعا هو كموقف لسه موقفه من المباراة ما تحددش، ومعتمد جمال مش عايز يجازف بيه. التشكيل المتوقع ان معتمد واللي انا بتمناه، لكن هو المتوقع، سيبنا من اللي احنا بنتمنى ايه. المتوقع اللي هيتلعب بيه هيلعب 4-4-2. حسام عبد المجيد والونش، وهيلعب يمين محمد اسماعيل، شمال فتوح، وهيلعب 2 نص ملعب محمد شحاتة وعبد الله سعيد. الناحية اليمين بزيرة هيبدأ المباراة، والناحية الشمال دي المفاضلة لعيب من 3، يا إما آدم كايد هيبقى بيضم لنص الملعب وبيجي ناحية الشمال بيساعد ناحية الشمال، يا إما هيبدأ بشيكو بنزا، يا إما في كمان تفكير في أحمد شريف. لكن الأغلب اللي نسبته تتخطى 90% هو آدم كايد. ليه آدم كايد؟ عشان بيعرف يقرب مع نص الملعب وقلب كمان الهجوم، وبيعرف يكون ناحية الشمال. تمام. الاتنين اللي قدام هيبقى عضي الدباغ وناصر منسي. ده التشكيل المتوقع، وانا شايف ان هو ده الافضل اللي ان شاء الله هو اللي نلعب بيه. ربنا معانا وان شاء الله كسبانين. في خبر تاني بره موضوع، كنت انا مش حابب اتكلم يعني ان انا مشجع قبل ما اكون بقول اخبار ومحل الاخبار. انا مشجع، فتفكيري كله واقف عند الكونفدراليه وان احنا ان شاء الله نكسب. زي ما انا قلت لكم امبارح، اخبار ياما عندي عن اللعيبه وعن التجديد وعن الدوري ففي حاجات بنضطر نقولها كده كحاجات لازم تتقال دلوقتي، لكن غير كده اخبار ياما كده مركونه لحد بعد نهائي الكونفدراليه ان شاء الله نبقى نقول لكم كل حاجه. الحاجات اللي لازم نقولها دلوقتي رسميا: حكام اجانب لمباراه سيراميكا، وكله بيقول يا ترى اتحاد الكوره قال لك مش عايز ازعل الزمالك وابقى اخصم من المستحقات اللي عنده، يا ترى مع كل ده؟ لا، مش مظبوط. النهارده الاستاذ المحترم ممدوح عباس بعت شيك بقيمه الحكام الاجانب النهارده رسميا. هو ده اللي حصل ان دي فلوس الاستاذ ممدوح عباس، ودي حاجه من حاجاته الياما جدا، فلازم نشكره عليها، لان ده كان مطلب جماهيري، لان كل الحكام اللي باقيه حكام ملاكي. فما علينا، فرسميا ماتش سيراميكا بحكام اجانب، وان شاء الله ربنا برضو معانا ويكونوا ان شاء الله موفقين، وان شاء الله يكون الدوري لينا باذن الله. بالنسبه لحاجه الدنيا كلها بتتكلم عليها: مين هيلعب كونفدراليه السنه اللي جايه؟ زد بيصوت وبيعمل بيانات، وسيراميكا بيقول لا انا الرابع. يا جماعه كلمتين، اللي هيلعب الكونفدراليه معروف، الثالث وبطل الكاس. بطل الكاس بيراميدز رسمي، يبقى ايه؟ يبقى وصيف الكاس اللي هو زد، والثالث. الموضوع سهل خالص، وصيف الكاس والثالث. طب هل في احتمال سيراميكا يلعب بالكونفدراليه؟ دي مش هتسمعها من حد خالص، محدش قالها. ايوه في احتمال. ايه هو الاحتمال؟ ان بيراميدز يطلع ثالث دوري. فلو بيراميدز طلع ثالث دوري، يبقى هنا بيراميدز هيلعب في الكونفدراليه كبطل كاس مش كثالث، هيلعب كبطل كاس، فبالتالي هياخدوا الرابع اللي هو سيراميكا. دي اللي محدش قالها خالص، مش هسمعها من حد خالص غير عند العبد لله، لان الناس حتى ما بتعرفش تحسب كوره. وده يصوت ولا ومش هنضيع حقنا وكل الكلام ده. زي ما انا بقول لكم، لو حد بيحسب وبيقروا لوايح هيفهم الموضوع. برضو مش محتاج يبقى اللي هيروح الكونفدراليه بطل الكاس وثالث الدوري. بطل الكاس بيراميدز، لو بيراميدز بقى تاني هيخش دوري الابطال، يبقى هنا هيتاخد وصيف الكاس وثالث الدوري. انما لو بيراميدز طلع ثالث، يبقى هنا بيراميدز هيشارك في الكونفدراليه كبطل كاس، يبقى هنا بياخدوا الرابع ما بياخدوش الوصيف.
تمام. طب هل بيراميدز ممكن اصلا يبقى ثالث دوري؟ ما احنا قلنا كل الاحتمالات وارده. بيراميدز لو اتعادل والاهلي كسب والزمالك ان شاء الله تعادل مثلا، الزمالك بطل دوري والاهلي تاني، يبقى زمالك اهلي بيراميدز، يبقى هنا بيراميدز ثالث، يبقى هنا بيراميدز وهو ثالث هيخش كونفدراليه كبطل كاس وهيخش سيراميكا رابع. اظن كده واضحه، مش عايز بقى اقعد اقول الاحتمالات بتاعت الدوري تاني. تمام، يبقى كده واضحه. يبقى اللي هيشارك لحد الان في الكونفدراليه السنه الجايه زد ده على الورق، على اساس ان بيراميدز هيخش دوري ابطال. لو بيراميدز هيخش كونفدراليه كتالت يبقى هيشارك معاه سيراميكا. اظن كده الموضوع واضح. طب ليه اتحاد الكره ما بيعلنش ومنتظرين؟ لان منتظر الماتش النهائي بتاع الدوري اللي هيحدد مين اول وتاني وتالت ورابع. فهل اتحاد الكوره عنده من العلم والسهوله على الناس والشجاعه والذكاء انه يشرح زي ما بشرح كده فيريح الناس ويقول لو في كذا هيحصل كذا، لو في كذا هيحصل كذا، تبقى الناس قاعده مستنيه نهائي اخر مباراه في الدوري بس عارفه بناء على النتائج مين اللي هيشارك؟ طبعا ما بيعملوش كده. يفضل الناس على اعصابها ونشجب ونشدد وندين ونرفع التليفون ويا جماعه ويشرحوا لهم في التليفون. يا جماعه ما في لائحه. دي الحاجه الاخيره بقى، لما تسمعوا ده لو سمعتوا يعني حد قال الخبر ده بنفس الشكل اللي انا بقوله بالاحتمالات دي بكره ولا بعده، تعرفوا ان قناه الفقير الى الله هي اول واحد قايلها. عشان تبقوا نبقوا متفقين. بس يعني ده لو حد اليس منكم رجل رشيد سمعها في حته تانيه يبقى يفتكر ان في قناه لسه بتبدا بتجرب كده مع حبايبها وقرايبها. تمام، وبتقول شويه معلومات، هي اول واحده قالها. تمام كده، عشان بس عشان ولا تكتموا الشهاده، تبقوا فاكرين. بالمناسبه يعني اللي حابب كلامي وحابب المحتوى بتاعي زي ما انا قلت لكم كده، عشان انا محتاج افكركم لايك وشير واشتراك. تمام كده، عشان المخرج بيقول لي لايك وشير واشتراك. تمام، ده بالنسبه لمين هيشارك في الكونفدراليه. حاجه برضو مهمه تاني كنت عايز اقولها لكم، بالنسبه لبنتايج زعلان وبنتايج متضايق وبنتايج نفسه يلعب، كل اللعيبه هتبقى متواجده وكل اللعيبه هتبقى حاضره، محمد صبحي هيبقى حاضر، اللعيبه الموقوفه واللعيبه اللي مش موقوفه، وكل الناس في ظهر نادي الزمالك. وان شاء الله البطوله بتاعتنا، وزي ما قلنا بطوله بتجيب بطوله، بعديها بطوله الدوري جايه ان شاء الله، وباذن الله ربنا يكرم الزمالك باغلى واحلى بطولتين. ودايما الزمالك بطولاته في الظروف صعبه، السنه دي ان شاء الله يبقوا بتوعنا. حابب انبه عن حاجه اخيره كده بالنسبه للمحتوى اللي بنقدمه، بس ان شاء الله لما نبدا بقى نظبط القناه ونظبط اعداداتها ونظبط حاجات ياما كده بعد فضل الله كده ومساعدتكم ودعمكم ان شاء الله، يعني هيبقى في اخبار، بما اني اسكندراني، اخبار خاصه عن نادي الاتحاد وعن اسكندريه وعن كل حبايبنا الاسكندرانيه، وهيبقى في اخبار كمان عن الانديه التانيه والحاجات المشاكل اللي في الأندية التانية وما بيتعلنش عنها. بس أنا زي ما قلت إحنا مركزين دلوقتي على البطولة. إمام عاشور حاجة كده على جنب، السنة الجاية في السعودية، الكلام ده معروف من الأول وبيلعب معاهم. لولا إن إمام عاشور بيفكر في كأس العالم كان زمانه قاعد في الساحل من شهر. طبعا ابننا كان زمانه في الساحل من شهر. فهو بيروح ويجي معاهم ويقول لهم انا بعتذر مره ويبوس النسر مره والحاجات ديت كده. احنا والله ما بنخبط في اهلي ولا حاجه، احنا بندي معلومه، بنقول اللعيب ده بيعمل ايه، لا اكتر ولا اقل. بن شرقي كان احتمال يمشي خلاص وقعد بالجونين اللي جابهم فينا في الزمالك، فخلاص هو فعلا نجم كبير، يا رب يمشي يعني كزمالكاوي. لكن الاخبار لا بتقول قاعد وهيدوله فرصه ثانيه. تريزيجيه قاعد، زيزو لسه بعد الدوري هيشوفوا ايه اللي هيحصل، احتمال كبير برضو انه يطلع اعاره سنه.
لعيب مهم تاني مصطفى محمد، ايه الكلام اللي بيتقال عليه؟ برضو عليه دوشه كبيره، وجاي الاهلي لا جاي الزمالك، دوشه كل سنه، خصوصا بعد نانت الفريق بتاعه ما هبط للدرجه الثانيه. لا، مصطفى محمد ان شاء الله اخر قرار واخده، منتظر العروض اللي جايه له. جاي له عروض من البرتغال، وجاي له عروض من تركيا، وجاي له عروض من انديه كبيره في اوروبا، وفي الغالب هيطلع اعاره لفريق من الانديه دي، على اساس نانت لو صعد تاني هيرجع نانت. وبرضه مش هتسمعها عند حد خالص انه هيطلع اعاره سنه لاوروبا، ده اول اوبشن عنده. تمام. لو نانت فضل هابط، هيبقى في بند عنده انه خلاص هيبقى ايه، فسخ عقده بالتراضي بعد السنه. ده اللي هيحصل. لو ما جالوش نادي هو شايف يرضي فيه طموحه، هيجي اعاره سنه للدوري المصري، وهيبقى نادي الزمالك، وهيبقى متكفل بيه كامل، عقده كامل، الاستاذ المحترم ممدوح بيه عباس. فقال له بعد ما اشوف وجهتي مع العروض اللي جايه لي من بره، لو مفيش، لان هو مش عايز يجي مصر، هيبقى اولويه اولى واخيره هي نادي الزمالك. انا ما كنتش حابب اقول اي اخبار عن حاجه تانية غير الكونفدراليه، لكن دي حاجات بس بيصور عليها الكلام، فحبيت اجاوبكم عليها بسرعه. بالتوفيق، وربنا معانا وربنا يكرمنا. والاخر والتاني بقول لك، لو عجبك كلامي وحابب تشوف الاخبار اليوميه لاحلى زملكاويه واحلى اسكندرانيه كل يوم، ادعمني بلايك وشير، ومستني بدعواتكم ومتابعتكم. وربنا معانا، وان شاء الله البطولتين السنه دي لينا. السلام عليكم.